السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إكرام أم أميرة، وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو يوم جديد وفيديو جديد وكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم إلى الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الطريقة ديال لي باط اللي كتجي رائعة بزاف، كتجي معلكة وبنينة وسهلة في التحضير وجدية اقتصادية كذلك، يعني بطريقه بسيطه وسهله وسريعه. كنوجدوا آلة العشاء اللي كيجي رائع بزاف وغير تابعوا معايا الفيديو حتى الاخير، واكيد ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم. وما تنسونيش من لايك الفيديو اللي عجبتكم الوصفه والاشتراك في القناه الا مازال مشتركينش، مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات ديالي. ودابا غادي ندوزو للطريقه والمقادير في نفس الوقت. واول حاجه غادي نبداو بها هي غادي نديرو لي باط ديالنا يطيبوا. وهنا بعد ما درت الماء يكون مغلي مزيان، دابا كنضيفو لي باط ديالنا. وهنا اختاريت ان نديرها باللي باط ديال الفيس. عندي هنا نص كيلو ديال لي باط ديال الفيس. ثم غادي نضيفو لهم شويه ديال الملحه وكذلك شويه ديال الزيت، الملح على حسب الذوق. ودابا غادي نخليو لي باط ديالنا يطيبوا مزيان. المهم كل مره غادي نطلعوا عليها باش ما تعجنش لينا، باش ما طيب بزاف وتعجن. ودابا غادي نخليو لي باط ديالنا يطيبوا، وغادي ندوزو نوجدو لاصوص اللي غادي نديرو لهاد لي باط. وهنا عندي في واحد المقله كبيره غادي نضيفو واحد بصله اللي تكون متوسطه، غادي نقطعوها قطع اللي تكون صغيره. ودابا كنديرو الزيت، يعني كميه اللي هي قليله كما شفتوا معايا. ودابا نخلي هاد البصله ديالي تشحر مزيان. بعد ما خليت البصله ديالي تشحر مزيان، وهنا غادي نضيف الطماطم. انا اخترت انني نضيف هاد الطماطم الجاهزه. ممكن انكم تاخذوا جوج مطشات كبار، غادي تحكوهم ثم غادي ديروهم في هاد لاصوص ديالكم. المهم هنا انا اختاريت انني ندير هاد الطماطم الجاهزه. ودابا غادي نخلطوا الكل ثم غادي نديروا التوابل. والتوابل اللي غادي نضيفوا عندي هنا راس المعلقه ديال التحميره، غادي نضيفوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وكذلك شويه ديال الملون غذائي. وهادو هما التوابل اللي كنضيفو. ودابا غادي نخليو هاد لاصوص ديالنا يتشحر مزيان ونتلاقاو. بعد ما خلينا لاصوص ديالنا تشحر مزيان، دابا غادي نضيفو ليها شويه ديال الماء وغادي نخليوها طيب مزيان. ثم عاد غادي نضيفو ليها الحليب باش المهم نديرو ليها البشاميل في نفس الوقت، باش هاد لي باط ديالنا يجيونا معلكين. بعد ما طابت لي لاصوص ديالي ونشفات من الماء تماما، دابا غادي نديرو الصلصه ديال البشاميل. وهنا غادي نضيف الكأس الاول العبار بالكأس العنبه، وثم غادي نضيف النصف الثاني، يعني نصف الكأس. ما غادي نضيفش الكأس كامل، غادي نضيف غير النصف. يعني تقريبا ضفت كأس ونصف كما قلت لكم العبار بالكأس العنبه. ودابا غادي نضيفو ملعقه ونصف من الدقيق الفورس الخاص بالحلويات. انا كما كتشوفوا معايا، يعني الصلصه ديال البشاميل العاديه اللي كنديرو دائما لي باط ديالنا. المهم هنا انا اختاريت ان نديرها مع لاصوص ديال الطماطم. ودابا غادي نبداو نخلطوا الكل، ثم غادي نضيفوا الفرماج مربع غير اختياري اللي بغا يضيفو. المهم هنا غادي نضيف جوج ديال الفرماج مربع، ثم كذلك كنضيفو شويه ديال الفرماج موزاريلا وفرماج حمر مخلطين.
بعد ما وجدنا لاصوص ديالنا كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نديروا لي باط. وهنا بعد ما طيبت هاد لي باط مزيان وخليتهم يشفوا مزيان من الماء، ثم غادي نضيفهم مباشره وتنبدا نخلطوهم بهاد الطريقه كما كتشوفوا معايا. كما قلت لكم كتجي واحد لي باط اللي كيجيو هاد الوصفه بنينه بزاف وكتجي معلكه. غير جربوها اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. وهنا في الاخير كندير فيها شويه ديال قزبر ومعدنوس مخلطين، ثم كنخلطوا الكل ونتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كيجي واحد الطبق كما قلت لكم كيجي بنينه ومعلكه. غير جربوها اكيد ان شاء الله غادي تعجبكم. والطريقه كما شفتوا معايا سهله وبسيطه وسريعه في التحضير كذلك. هاد الطريقه ديال هاد لي بات كتجي بزاف بنينه، وكنتمنى انكم تشاركوها مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده. وكذلك الى عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من لايك الفيديو والاشتراك في القناه الى مازال مشتركينش مع تفعيل الجرس باش دائما توصل بجديد الوصفات ديالي. وكنقول لاي واحد انضم للقناه ديالي مرحبا والف مرحبا، وكنشكرك على المتابعه ديال القناه ديالي. شكرا لكم بزاف على التعليقات ديالكم زوينين وما تنساوش كذلك انكم ديروا لي واحد التعليق زوين لهاد الوصفه اللي جربتها، تشارك معايا النتيجه اللي تحصلت عليها. وبلا ما نطول عليكم دمتم في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة.